السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي في قناتي المتواضعة يوميات ست اخوات. النهاردة بقى هنفسحكم في حتة جديدة على البحر. كل مدى كده مش هحرمكم من حاجة. هوديكم في مكان جديد على البحر، أوريكم البحر وانتوا قاعدين عشان نفسيتكم. طبعا اللي مش قادر يروح البحر هوريهوله وهو قاعد زي ما هو، وانت قاعد في مكانك هنوريك البحر. عشان كده بقى انا بنتعب نفسي اهو. يبقى حط لي لايك بقى، واللي ما اشتركش يشترك. شايفين الجو الجميل؟ شايفين الشمس بقى وهي بتغرب؟ ساعة الغروب كده الجو بيبقى جميل خالص، الهوا بيبقى حلو كده والحر بدأ يروح. ودي قاعة أفراح ديت، بس لسه بتشتغل بالليل، وفي أفراح كانت بالنهار بس ما صورناهاش بقى. القاعة دي كان فيها فرح من شوية، عقبال أولادكم. واللي هناك دول برضه قاعات لسه هتشتغل. اللهم صل على سيدنا محمد. قابلت قناة أمل محسب هنا في المكان دوت. الأخت الخلوقة المحترمة، صاحبة القناة بتاعت الطبخ وجولات زي كده برضه. وإن شاء الله مش هتبقى أول مرة نتقابلوا فيها بإذن الله. إن شاء الله هتشوفونا مع بعض في كذا حاجة في الأيام الجاية بإذن الله. انتظرونا بإذن الله، هتلاقونا في حاجات جديدة بإذن الله إن شاء الله. أنا بنشكرها على اللقاء الجميل دوت، وكانت ست محترمة جدا، أنا اتشرفت بمعرفتها والله. هنا الجماعة بقى اللي قاعدين في الكافيتيريا فوق، اللي مش عايز ينزل الشط بيقعد في الكافيتيريا فوق. بصوا البحر وجماله، نضيف وجميل وآمن. ما تخافش على ولادك ولا معاكسات ولا أي حاجة كده. منتهى الأمان طبعا، عشان في أمن وكده في المكان. هنا المدخل بتاع النادي بقى صورناه. هنا القاعة بقى بدأت تشتغل اهي. المعازيم دخلوا وكده، بس العروسة كانت لسه ما جاتش. القاعات المفتوحة دي بتبقى جميلة، أو المكشوفة يعني دي بتبقى جميلة أوي في الصيف، بتبقى حلوة كده وقاعدة بتبقى ممتعة في الفرح يعني. قاعات واسعة وجميلة، فيه أكتر من قاعة، فيه المقفول وفيه المكشوف. إن شاء الله حابة أصور لكم بقية الأماكن اللي في النادي بإذن الله. بس حط لنا لايك كده وشجعونا عشان نستمر ونكمل معاكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا بنشكر كل اللي بيشجعني وكل اللي بيتابع قناتي، ألف شكر ليهم. الناس الجميلة اللي بتتابعني وبتشجعني، ألف شكر. دول اللي قاعدين بقى في الكافيتيريا. واحنا ماشيين بقى لقينا ده الشارع بره بقى. شوفوا هنا، كنا رايحين ناحية البوابة، وده الشارع اهو بره، والمحلات اللي هي تحت الكوبري هي اللي منورة جامد دي. وده فندق تيوليب اللي في الوش هناك ده. واحنا مروحين بقى لقينا الزفة بتاعت العروسة من بعيد كده في قاعة من القاعات يعني. اي فصورت الشاشة بس بتاعت العرض اللي عندهم لأن كان بيننا وبينهم مسافة كبيرة طبعا.
عقبال أولادكم يا رب، وعقبال الجميع يا رب. ما تفرحوا بأولادكم يا رب، وكله يبقى بخير وسعادة بإذن الله، وكل سنة وأنتم طيبين يا حبايبي. ألف شكر على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.